انا عايزك تتفرج على جريليش وتعمل زيه كل سيزون. شوف جريليش. اهلا بيكم من على الكنبه. حاجه سريعه كده مش محسوبه بالمره. تريلر تيد لاسو نزل واحنا بنصور لاست باص، ان شاء الله ما ينزلش متاخر يعني. فنعمل له تريلر رياكشن لاول مره من على الكنبه. حصريا معرفش ايه اللي حصري في الموضوع. ماشي يا جاهز؟ يلا بينا. زي ما قلت لك نتغير. هو كان بادئ كده. هو صبغ شعره تقريبا، مش مركز. مرين يلا. عن استحقاق. صبغ يا اسطى، ده شكله من الاول زي استاذ مورينيو. لا شكله غاب اكتر برضه. لسه احنا مرتبطين ده شكله هيستفزنا فشخ. اشتروا بقى حول بريمير ليج فايه واستهام ويتو. الفايب بتاعته وحشتني فشخ. في حتت بقى ممكن لو في حاجه نطلعها نتكلم عليها هنعمل كده. الحته بس اللي لفتت انتباهي هي الحته دي تقريبا. لسه متمسكين بالتايم لاين ده، والحته دي اللي هو لسه بيجي له البانيك اتاكس. كويس عموما. يعني ممكن يبقى هيتاكل الموضوع تاني ويبدا بقى يشوف ليه حل فعلا في الموسم ده. الدكتوره مش موجوده في الاعلان، ما اعرفش هيبقى لها دور ولا لا. كان اسمها ايه مش فاكر والله. انا فاكر تقريبا شيرين. لا مش شيرين دي. مش عارف. طارت السبق شعر. استنى بس، ده الحته دي اصلا هو جاك جريليش فعلا. بص ده شكله بيلاعب سيتي، فاهم؟ بيرقص بقى حد من سيتي وفريته بقى اللون انا هعلم عليكم دلوقتي. هو شكله عموما هيدخل فيهم جون، فاهم؟ وما يحتفل بقى وجو جيمي تارت. ميتين امه غبي. والله مش عارف، هيبقى مستفز فشخ. انا عارف هو حرفيا تقريبا المخرج بيجي يقول للممثل بتاع جيمي تارت ده انا عايزك تتفرج على جريليش وتعمل زيه كل سيزون. شوف جريليش عامل ايه وتعمله. التايم بتاعه هو واسمها ايه هيتغير. العلاقه تفتكر هتختلف؟ لا هي تفضل فريندشيب يعني. هي اتعمل لها ديفلوب كويس. انا مش عايز بس اخش في تفاصيل عشان لسه الناس اللي ما شافتش اصلا المسلسل. الديفلوبمنت بتاعها كويس في خلال سيزون 1 و 2، فاعتقد ان هم هيستمروا على ده بصراحه. انا عايزه اكيد مش عايزه تتغير، بس انا مش عايزه تروح للناحيه الثانيه. طبعا طيب وحشنا الفايبس. هو نازل كام 3 15 طيب يعني تقريبا هنشوفه في رمضان يعني. بس هو هتعتقد هينزل اسبوعيا برضو صح؟ هو تبع ابل تي في عموما، يعني هينزل اسبوعيا. بس انت بقى وحظك يعني. مسلسلات رمضان لسه دلوقتي بينزلوا البوسترز والاعلانات وكده، فمعرفش هنتابع ايه. بس عادي يعني بعد الفطار في الاغلب هيبقى الكبير وبعدين تدلاسه. احلى جرعه حاجه لذيذه جامده. بس يعني ليك اي توقعات السيزون ده؟ هو المفروض ده اخر سيزون، فيعني متحمس له، مش عايزه يخلص. يعني المسلسل ده ممكن اتفرج عليه لحد 10 سيزونز والله. الفايز بتاعته ما بتزهقش كده، ولايت ودراما في كل حاجه. فاتمنى ما اعرفش 10 حلقات ولا قد ايه، بس اتمنى ياخد راحته ويطول عن التلت ولا الفتره دي. بس يعني هنشوف. كده متوقع ان هو يبقى جامد، مستوى مش هيقل يعني. وانا عموما متحمس له جدا. يعني للاسف حاسس ان انا هاكسبكت تو ماتش
ليه او حاطط هاي اكسبكتيشنز، بس يعني ان شاء الله ما هيخذلونيش، لان هو السيزونين الاولانيين لا كانوا حلوين فعلا. وبالذات ان انا بحب الحاجات الكوميديه قوي، والفتره اللي فاتت يعني الحاجات الكوميديه حاسس ان هي كانت قليله شويه، او ما بلاقيش حاجه كوميدي جدا. فهو معمول الكوميديا بتاعته حلوه دايما، والدراما اللي هو عاملها حلوه دايما. فلا يعني انا مبسوط جدا ان هو نازل قريب ومتحمس له فشخ. يعني وحشنا ومستنين. اللي طبعا ما شافش تيد لاسو يا جماعه انصحه بشده، الناس اللي بتحب الحاجه اللايت كده. هو ما تتخضش لو ليه علاقه بالكوره، هيعجبك برضو. يعني يعرف ناس مالهاش في الكوره وعجبها. هو اصلا البريفيس بتاعه ان هو المدرب ده امريكاني بيدرب فرقه في انجلترا، فرقه كوره لاول مره، وهو ما يعرفش حاجه عن الكوره. فانت بتقعد بقى ايه تتعلم معاه اصلا، حتى لو مالكش في الكوره عادي ممكن بطريقه مضحكه ولذيذه كده ومش صعبه خالص. يعني الموضوع تافه فشخ ولذيذ فشخ، هتستمتع بجد. بالظبط كده. يعني انا وانت كنا بندور على حاجه عشان نتكلم فيها على تيد لاسو، جت كده الحمد لله التريلر نزل واحنا قاعدين. الحمد لله. بس استنوا السيزون معانا وبس. استنوا حلقه لاست اوف اس، يعني عشان لو ده نزل الاول مش هتنزل اخر الاسبوع. هتعرفوا انتوا يعني. بس ما تنسوش لايك كومنت سبسكرايب. لو حبيتوا نتكلم على السيزونات اللي فاتت قولوا لنا في الكومنتس. والجرس اهم حاجه. ماشي. سلام.